تمر السحابة يهمي المطر وترحل عنا ويبقى الأثر وسيرة خير الأنام لنا كغيث هما للدنا واستقر. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هو السلام عليكم متابعينا الكرام، ونسعد بلقائكم في هذا اليوم المبارك، ونقصد الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يبارك لنا في شهرنا هذا الذي مر، ونسأل الله أن يختمه علينا بالكمال والتمام في الأجر والثواب لنا ولكم إن شاء الله. ونكمل فيما توقفنا في السيرة النبوية، وكنا قد توقفنا في قتل عدو الله كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين. هذا عدو الله كان من أشد اليهود اللي كيحقد على الإسلام والمسلمين، وكيآذي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيتظاهر بالدعوة إلى حربه، ديما كيجمع باش يتحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من قبيلة طيء من بني تيهان، وأمه من بني النضر، يعني هو كان من قبيلة عربية، يعني من طيء اللي فيها حاتم الطائي، ويماه هي من بني النضر، ويماه هي من قبيلة بني النضر. وكان غنيا مترفا، يعني غني المترف هو اللي عايش في الفشاحه والرفاهيه، يعني كان واحد غني ودائما عايش على الرفاهيه، كيلبس احسن حوايج، كياكل احسن ماكله، كيلبس احسن حوايج، كياكل احسن ماكله، كيركب في اجمل الخيول والابل، خوفا بجماله في العرب، يعني كان اجمل الناس، كان احد اجمل رجال العرب، يعني كان معروف بالجمال ديالو. وكان شاعر من شعرائها، يعني كان احد افضل الشعراء. وكان حصنه في شرق جنوب المدينه، يعني في شرق جنوب المدينه كان عنده واحد الحصن، واحد القلعه ديالو، ديار بني النضر، يعني اليهود بني النضر تما كان عنده الديار ديالو. ولما وصلوا خبر الانتصار ديال المسلمين، يعني وقتل صناديد قريش في بدر، يعني اللي لقاو المسلمين انتصروا وماتوا الكفار قريش، يعني في كبار كفار قريش في بدر، وقالوا واش بصح هادشي هذا؟ قالوا ياه، قال لهم هادو هما اشراف العرب وملوك الناس، والله ان محمد اذا صاب هذا القوم لبطن الارض خير من ظهره، يعني اذا قصد محمد هذا القوم هادو راه الكبار، يعني بطن الارض، يعني تحت الارض حسن ما فوق منا. ونهار اللي تاكد له الخبر، بدا عدو الله كيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكيمدح العدو ديالهم وكيحرضهم عليه. ما بغاش يوقف حتى هذا القدر هذا اللي وصل له، ولكن زاد على هذا الشيء هذا انه هو مشى ركب عند قريش حتى نزل عند المطلب بن وداع السامي، وبدا كينشد الاشعار كيبكي فيه اصحاب القليب من المشركين اللي تقتلوا في المشركين، وبدا كيعمر ابو سفيان والمشركين، يعني والحقد ديالهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيدعوهم للحرب ليلو. وديك الساعه اوليك بمكه سقسوا المشركين ابو سفيان والمشركين، شكون الفريق اهدى سبيلا، يعني شكون الطريق المستقيم، يعني واش محمد والاصحاب ديالو لا حنايا؟ قالوا لا، نتوما اهدى سبيلا، عدو الله كيف كيكذب، يعني هو رسول الله جعل الدين القوي على الاسلام وفضل عليه الوثنيه والشرك وعباده الخرافات وعباده الحجاره، يعني شو هذا عدو الله اش كيدلس، واخا هو عنده العلم. جا وانزل الله سبحانه وتعالى رد عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. واسترجع كعب إلى المدينة على ديك الحالة هيداك، وبدا كيشبب بالاشعار ديالو من نساء الصحابه، يعني عدو الله ما بقاش يتوقف على هذا الشيء هذا، بدا يعني بحال كنقولوا كيتغنى، يعني كيمدح المراه والجمال ديالها، وهذه هما نساء الصحابه، يعني هما نساء مجوجين، يعني وصلنا هذه السلطه ديالو، وبدا كيأذيهم بالسلطه اللسان ديالو باشد الايذاء، يعني بدا كيخرج فيهم اشد الايذاء. حينئذ رسول الله شاف عدو الله خصو اللي يوقفوا على حده هذا. الساعه قال شكون اللي غيمشي لكعب بن الاشرف، شكون اللي غيقتل هذا عدو الله كعب بن الاشرف، فانه اذى الله ورسوله، هذا كيأذي الله ورسوله باللسان ديالو. واستعان تدل محمد بن مسلمه وعباد بن بشر وابو نائله واسمه سلكان بن سلامه،
هو اخو كعب من الرضاعه، هذا خاد كعب من الرضاعه، يعني ما رضعته مع بعضهم، يقولوا اخوان في الرضاعه. والحارث بن اوس وابو عبس بن حبر كان قائد هذه المفرزه، يعني قائد هذه المفرزه هي واحد 20 الناس ولا 10 الناس، يعني 10 فما اقل. قائد ديالهم هو محمد بن مسلمه. وكتفيد الروايه قتل كعب بن الاشرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قال كعب، قال شكون عقتل كعب بن الاشرف انه اذى الله ورسوله. قام محمد بن مسلمه قال له انا يا رسول الله. قال له واش تبغي قتلو؟ قال له نعم. قال له اياه. سعى فأذن لي ان اقول شيئا. قال قل. سعى عند محمد بن مسلمه قال له ان هذا الرجل قد سالنا صدقه، يعني الرجل صدقه وانه عنانا، يعني بحال زيار عليه رسول الله، يعني بحال يبغى يمثل عليه. قال له زعما هو رسول الله طلب منا الصدقه وحنا عنانا، يعني حنا ما عندناش واش نعطيو له هذا الشيء هذا. قال له والله الا تمللنا، يعني عتمل منه كاع حنا اللي تبعناه ما خصناش نحيدوا منه الى اي شيء يصير يعني خصنا نشوفوا فيه غيمشي هذا الشان ديالو. ان تسلفنا وسقا او وسق، يعني تسلفنا واحد جوج القطعه د التمر ولا جوج د الاوسق. قال لهم كعب واخا ولكن عترهنوني، يعني عترهنوا شي حاجه اذا ما جبتوهاش عنديوها. قالوا شنو عرهنوك؟ قال لهم رهنوني النساء ديالكم، يعني تعاضوا الله على فاحش. قال لهم يعني النساء ديالكم اذا ما رديتوا له شي اللي سلفتكم نديكم النساء ديالكم. جاو ما قالوا كيفاش عرهنوا كان النساء ديالنا وانت اجمل العرب، يعني انت اجمل واحد في العرب عرهنوا كان النساء ديالنا، يعني انت اي وحده يعني الجمال ديالي يسلبك. جاو قال لهم ترهنوني الابناء ديالكم، يعني الابناء ديالكم تخليهم لي رهينه، يعني والساعه ولا ما رديتيهمش ديهم. قالوا كيفاش عرهنوا لك الابناء ديالنا واستعيد يسبوه كيقولوا هذا على بخيل، يعني رهن على وسق رهن الابناء ديالو. قال له هذا عار علينا ولكن حنا نرهنوك السلاح. جاوا قال لهم جاوا وعدوا باش يجي لعنده، وجاء وصنع ابو نائله بحال اللي قال له محمد بن مسلمه نفس المنظر. فقد جاء كعب وتناشد مع اطراف الاشعار، يعني بدا كيقولوا الاشعار مع بعضهم، يعني حاجه جلسه ادبيه، بدا كيقول الاشعار مع بعضهم. والساعه قال له ويحك يا ابن اشرف، نقول لك واحد الحاجه ولكن خبع ما تقول انت واحد. قال له قول. قال له زعما قدوم هذا الرجل يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بلاء، يعني اجت مصيبه وعا كيمثل عليه رضي الله عنه يعني مؤمن. قال له العرب كامله رجعت عدو ديالنا وكامله ما بقاوش واحد، يعني كلشي محاربنا وقطعت علينا السبل، يعني قطعت علينا عملت علينا حرب اقتصاديه حتى ضاع العيال ديالنا والانفس ديالنا تجاهدت، يعني ما بقينا جروته ما ناكلو. وصبحنا قد جاهدنا وجاهد عيالنا، يعني اصبحنا ما عندنا والو بيناتنا، يعني حتى العيال ديالنا عياو يعني بالجوع وحنايا حتى حنا جوعنا. ودار الحوار مع ابن مسلمه وتا ابو نائله قال له مع الحديث ديالو، قال له معايا شي صحابي بحال الراي ديالي، واذا بغيتي نجي عندك وتحسين في ذلك، يعني تهلا فيهم نجيبهم لك. وجاو ابو مسلمه وابو نائله، ابن مسلمه وابو نائله في هذا الحوار، يعني اللي بغاو وما وصلوا له. جاو كعب ما ينكرش معاهم السلاح، والاصحاب بعد هذا الحوار يعني ما نكرش انهم دخلوا معاهم السلاح، والاصحاب يعني بعد هذا الحوار يعني قال هادو صافي هادو عام منافقين كيدعيو الاسلام. واحد الليله مقمره ليله الرابع عشر من ربيع الاول سنه الثالثه من الهجره، يعني ليله مقمره، الليله يكون فيها القمر تكون ضاويه، يعني تجمعوا هذه المفرزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعهم الى بقيع الغرقد، واستعاودتهم قائلا انطلقوا على اسم الله، يعني انطلقوا بسم الله اللهم اعنهم. ثم رجع الى بيته وطفق يصلي ويناجي ربي. ساعه رسول الله وصلوا واستعاد معاهم ورجع للدار ديالو كيناجي الله سبحانه وتعالى كيصلي. وانتهت المفرزه الى حصن كعب بن الاشرف. جاو عيط له ابو نائله باش ينزل عنده، التي هي قتلوا مراته وكان حديث عهد بها، يعني الله جوج كان باقي عروس. قتلوا في عاد تخرج في هذه الساعه، قال لك كنسمع الصوت بحال اللي كيقطر من، قالت له انا كنسمع الصوت بحال اللي كيقطر منه الدم، يعني بحال اللي عاقت في شي حاجه. جا قال له كعب، قال له ما تخافش هذاك هو اخي محمد بن مسلمه، حتى يعرف الراجل ديالو مصالح اللي صار اي واحد يقدر يقتلو. والرضيعي ابو نائله، يعني خير من الرضاعه ابو نائله. قال ان الكريم لو دعي الى طعنه اجاب، يعني الكريم واخا يتدعى باش يتضرب خصو يستجيب. الساعه خرج اليهم وهو متطيب ينفخ راسه، يعني عامر راسه بالطيب، يعني هو جالس مع المراه يعني الطيب ديالو. جاء ابو نائله قال اصحابه، قال له اذا جا عندي انا انقصي كنشوم الشعر ديالو، فاذا رايتموني مكلت من الراس ديالو الساعه ضربوه، الساعه دخلوا عليه ضربوه. نهار اللي نزل كعب ليهم وهضر معاهم ساعه، والساعه قال له نائله، قال له يا اشرف واخا تمشي معنا الى شيعه بالعجوز وندوزوا الليله ديالنا تما.
قال لهم اذا بغيتوا نمشي معكم نمشي. بدا خرج كيتمشى معاهم، وابونا الى في الطريق قال له ما رايتك الليله طيب اعطى القط، يعني ما شفتش شي رائحه د العطر ولا الكولونيا بحال ديالي، يعني من الجمال ديالها. الساعه كاع فرح ديك المدح اللي قال له. الساعه قال له عندي اعطر نساء العرب، يعني عندي اجمل امراه كتعمل العطر في العرب، يعني كتعمل احسن العطر في العرب. جاو قال له نائله، قال له واش تخليني نشم لك راسك؟ قال له يا واخا، ودخلوا يدو في راسو بدا كيشمو وكيشم الاصحاب ديالو. الساعه مشى ساعه، والساعه قال له واخا نرجع نشم لك راسك؟ قال له واخا. الساعه رجع والساعه طمأن. الساعه مشى ساعه، الساعه قال عاود نرجع، عاود دخل يدو في راسو. نهار اللي تمكن منه قال لهم يعني شبروا، قال لهم دونكم عدو الله، لا يجمعوا على عدو الله دابا. الساعه اختلفت عليهم الاسير ديالها لكن لم تغني شيء، يعني ما قدرت والو. جا هو محمد بن سلامه هز واحد المعول يكون بحال الطاله، وضربوا بها في يعني تزير عليه، والساعه حتى بلغ العانه ديالو، والساعه عدو الله طاح ميت. الساعه غوت واحد الغوته، يعني الناس كاملين خلعاتو، وبقى في الحصن، يعني في الحصن الا وتشعلت النيران، يعني شعلوا الديوان بحال نقولوا الديوان دابا عندنا دابا، وما شعلوا النيران. ورجعت ديك المفرزه، وقد اصيب الحارث بن اوس بدؤاب بعض سيوف اصحابه، يعني اللي كانوا كيضربوه جات فيها الضربه بالسيف وصافي، وخرج كينزف الدم. نهار اللي بلغوا المفرزه حرت العريض، يعني نهار اللي وصلوا حرت واحد الحومه في المدينه، شافوا ان الحارث بقيوا ما وصل ماشي معاهم، وبداو كيتسناهم حتى جا كيتباع الاثار ديالو، حتى هو كان مجروح، وهزوه حتى بلغوا بقيع العقد وكبروا، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير ديالهم، وعرفوا انهم قتلوه، وكبر حتى هو. فلما انتهوا اليه قال افلحت الوجوه، والفوز يعني في الدنيا والاخره. اللي يدير ديك الراس ديك عدو الله، الساعه حمد الله على القتل ديالو. على الجرح ديال الحارث، يعني ديك الحاله ديك الجرحى رسول الله اللي كيبزق فيها وبرا ديك الساعه بحال اللي ما كان فيها والو، وما عمره وقع له شي حاجه مورا بركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهار اللي عرفت اليهود مصرع الطاغيه ديال كعب بن الاشرف، يعني دب الرعب في قلوبهم العنيده، يعني ديك القلوب ديالهم الحقيره العنيده اللي فيها الجحود، وهذه ديك الساعه بدات كتخاف على راسها، وعرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوالاش في استخدام القوه معاهم، اذا شاف النصح ما كيشديش معاهم نفعا. حنا هاد الناس مابغاوش يسمعوا النصيحه، اللي كيعبث بالامن واثار اضطرابات، تلاقي شعل بالعوافي مع الاعداء ديالو، ما كيحترمش المواثيق اللي عمل معاهم. والساعه ما حركوش شي ساكن قتل الطاغيه ديالو، بل لازموا الهدوء. ديك الساعه جلسوا وظهروا انهم عيفوا بالعهد، واسرعت الافاعي الى جحورها تختبئ فيها. رجعت ديك الحيه، يعني شبهم بالافاعي، يعني بحال الحيه بالشر ديالها، يعني رجعت الجحر ديالها اللي كتخاف، الجحر ديال الدار ديالها. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفرغ الى حين مواجهه الاخطار اللي كان كيتوقعها خارج المدينه، يعني حيد المشاكل المدينه، وقالوا على الاخطار اللي برا المدينه مشي تفرغ لينا. وصبحت المسلمين وتخفف عليهم كثير من المتاعب الداخليه، كانوا كيخافوا منها وكيشموا الرائحه ديالها بين آونة واخرى. غزوه بحران، وهي دوريه قتال كبيره، يعني خص واحد الدوريه بحال الان قوامها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد ديالها في شهر ربيع الاول سنه الثالثه للهجره الى ارض يقال لها بحران، وهي معدن بالحجار في ناحيه الفرع. وجاء رسول الله ضرب تما شهر ربيع الاول كامل وجمادى الاولى من السنه الثالثه من الهجره. الساعه رجع المدينه وما لقى تما حتى حرب، يعني ما عمل حتى حرب تما. واختلفت المصادر بسبب تعيين هذه الغزوه، فقيل ان استخبارات المدينه نقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني سليم كيحشدوا واحد الحشود كبيره باش يغزيو المدينه ولا الاطراف ديالها. وقيل بل خرج تما يتلقى قريش، وهو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم، ولم يذكر الاول اساسا. سريه زيد بن حارثه، وهي اخر انجح دوريه للقتال قام به المسلمون قبل احد، وقعت في جمادى الاخر، يعني انجح دوريه صيفه رسول الله، يعني قبل ما توقع معركه احد، يعني صيفه رسول الله يعني كانت انجح كتيبه دوريه اللي قام بها. وتفصيلها ان قريش لقات بعد بدر كيساور القلق والاضطراب، يعني بدات خوفان على راسها، وبدات كتخافوا فيها الاضطراب، يعني مع بعضهم مدابزين مع بعضهم. وجا الصيف واقترب الموسم ديال الرحله ديالهم الى الشام، وجاو وداهم هم اخر، يعني جاو محل هم اخر كش غيدوزوا من المدينه، وتما الدوريه ديال المسلمين كتدور. جاو صفوان بن اميه قام قريش هو اللي انتخباته قريش باش يقود التجاره ديالها الى الشام. قال لهم ان محمدا وصحبه عور علينا متجرا، يعني شدوا لنا الطرقان بالتجاره ديالنا، فما ندري كيف نصنع باصحابنا، يعني شنو نعملوا بالاصحاب ديالنا وما كيوصلوش للساحل. واهل الساحل قد ودعهم ودخل عمتهم معه، يعني كاملين اهل الساحل عندهم معاه المعاهدات معاه واللي دخل في الاسلام.
يعني وما عارفينش فين نمشيو. واذا قامنا في الديور ديالنا غناكلوا راس المال اللي عندنا، ما يبقاش عندنا، ما نقدروا ديك الساعه يبقى راس المال غناكلوها نرجعوا فقراء ديك الساعه، وما يبقى لنا شي باقي ديك الساعه نموتوا بالجوع. وحنا الحياه ديالنا في مكه هي التجاره، يعني حنا كاع الحياه ديالنا المعيشه ديالنا هي التجاره. يعني في الشام كنمشيو لها في الصيف، والحبشه كنمشيو لها في الشتاء، يعني الحبشه هي اثيوبيا حاليا. ودارت المناقشه حول هذا الموضوع. جا هو قال الاسود بن عبد المطلب لصفوان، قال له تمشي بطريق الساحل وخذ طريق العراق، اللي تمشي للساحل مشي بطريق العراق، وهي طريق طويله جدا، يعني كتخترق نجدا الى الشام، يعني طويله بزاف، يعني كتمشي الجزيره العربيه حتى كتمشي بطريق الشام، وعاد تمر الى شرقي المدينه على بعد كبير، من يعني عاد تمشي بعيد على المدينه. وكانت قريش كتجهل هذا الطريق كل الجانب، ما كانتش عارفه قريش هذه الطريق هذه، ولكن اسود بن عبد المطلب خبير بالطرقات. طالب صفوان يمشي يتخذ فرات بن الحيان من بني بكر بن وائل دليلا له، يعني هذا فرات بن الحيان هو يكون الدليل ديالو اللي يوريه الطريق ديال الرحله، ويكون القائد ديالو في هذه الرحله. وخرجت عياط قريش كيقود صفوان بن اميه حتى شبر الطريق الجديده، ولكن الخطه القافله دفعوا راسهم الا باش يهربوا بدون اي مقاومه، يعني ما قدروا يقاوموا بحتى حاجه، يعني مشاو في حالهم. واصل المسلمون دليل القافله، يعني شبروا ديك الدليل القافله، القائد ديال القافله اللي كيوري لهم الطريق فرات بن حيان، وقيل ورجلين غير، يعني حتى هما حتى ديك جوج درجات اللي معاه. وحملوا الغنيمه كبيره من الاواني والفضه كانت تحملها القافله، يعني كان الاواني يعني القشع والنقره كتحمل القافله، القدر ديالها القيمه ديالها ب 100,000. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمه على. وهذه الاحداث اللي كنا ذكرنا من قبل هذه هي اللي مهدت، او الاسباب، احد اقوى الاسباب اللي مهدت باش تكون معركه احد. والى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.